السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ في الفيديو النهاردة هنعرف ازاي نغير كلمة المرور او كلمة السر او الباسورد اللي احنا عاملينه في تطبيق يوتيوب كيدز. بس قبل ما نعرف ده لازم نكون عارفين هو ايه اصلا فايدة الباسورد او انا بعمله ليه. انا بعمله عشان اوصل لي 3 حاجات، هي المؤقت او التايمر او الاعدادات المخصصة للوالدين او الفيديوهات اللي انا منزلاها عشان اشوفها بدون انترنت. عشان اوصل لكل الحاجات دي هيطلب مني ان انا احل مسألة، فانا بدل ما احل مسألة انا بعمل باسورد معين، رقم يعني محدد كده. هو اول ما احتاج ان انا اوصل للفيديوز دي اظبط تايمر، ادخل للاعدادات، بدل ما يجيب لي مسألة كل شوية هيجيب لي مسألة مختلفة. فانا بدل ما اتعرض لكم المسائل دي او انا مش حابة كده، فانا حابة ان انا باسورد معين وخلاص، بضطر اني اعمل باسورد المعين زي ما انا حابة، يعني زي ما انا عاوزة. فلو انا عاوزة اغير الباسورد ده او لو انا عاوزة احذفه عشان خايفة انساه مثلا، اعمل كده ازاي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو النهاردة. فاول خطوة هي اننا نفتح تطبيق يوتيوب كيدز. هضغط على علامة القفل او الخصوصية وهكتب الباسورد اللي انا عاملاه علشان تظهر لي 3 حاجات دي، المؤقت والاعدادات والمحتوى اللي تم تنزيله. هختار الاعدادات، هتظهر لي الصفحة دي. هقف عند حاجة اسمها التحقق من هوية الوالدين، تغيير رمز المرور وحذف رمز المرور. انا هدوس على تغيير، هكتب الباسورد اللي انا عاوزاه الجديد على طول وهأكده. مش هيطلب مني ان انا اكتب الباسورد القديم، او ممكن ان انا احذفه خالص. لو عاوزة احذف كلمة المرور فخلاص هدوس على حذف، هيتحذف على طول بسهولة شديدة. فهشوف بقى انا حذفت كلمة المرور، هضغط على نفس القفل، هشوف ايه اللي هيحصل. انا عاوزة اعمل كلمة مرور جديدة، فممكن اعملها برضو من جوه من عند التحقق من هوية الوالدين، وهعمل كلمة المرور. بس كده احنا عرفنا ازاي نغير كلمة المرور وازاي نحذفها. الموضوع سهل جدا. ولو وصلتوا لحد هنا فما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو انتم جداد في القناة فما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات على الكل. بتمنى طبعا يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد قريب. باي.